ابنك بيكتب حرف السين كده او كده، ومروح عامله كده، وتحاولي تقنعي فيه على قد ما تقدري ان حرف السين ليه 3 اسنان بس، ما بيقتنعش، بيعملك كده برضه كانه بيعمل اسنان للعيله كلها. طب ازاي تقنعي ابنك ان هو يكتب الحرف بطريقته الصحيحه من غير ما يزود عليها اي حاجه؟ غلط غلط غلط. هنعمل ايه؟ السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مس نشوى، معلمه لغه عربيه وتربويه. في الفيديو اللي قبل كده اتكلمنا عن المرحله اللي الطفل ما بيعرفش يمسك فيها القلم، وقلنا ازاي نتعامل معاه ونأهله بخطوات عمليه وبسيطه تسهل عليه مرحله الكتابه نفسها. اللي ما سمعش الفيديو هحط اللينك في البايو. النهارده بقى هنتكلم عن الطفل اللي بالفعل بدأ يمسك القلم عادي، وعنده المقدرة الجسدية ان يمسك القلم وفعلا بدأ يكتب، بس محتاجة تسهيلي عليه انت كأم او معلمة مرحلة كتابة الحروف نفسها، ويكتب الحرف بشكل صحيح ويحفظ الحرف كويس جدا ويثبت في دماغه كمان. ازاي بقى نعمل كل ده من غير ما الطفل يمل ويزهق ويتلخبط ما بين الحروف؟ خليكم معايا. اول خطوة نختار الحروف السهلة، الحروف السهلة والبسيطة، زي حرف الميم وحرف الباء، عشان ما ننساش ساعات ببدأ بالميم وساعات ببدأ بالباء. كل حرف ليه تكنيك معين كده، انت كمعلمة لازم تبدعي في حاجة تثبت في دماغ الطفل وما ينساهاش. زي حرف الميم مثلا، انا بقول اعمل دايرة على الخط وشد ايديها ونزلها تحت تشرب مية. حرف الباء بنعمل سن شرطة على الخط، نايمة على الخط، وبعدين بنعمل لها ايد من هنا وايد من هنا ونحط لها نقطة تحت. تمام. طيب حرف السين بقى اللي بيلخبطنا، هنعمل شرطة نايمة وسنة ليك وسنة لبابا وسنة لماما، وبعدين نعمل لماما فستان. كمان مرة، شرطة نايمة، سنة ليك، سنة لبابا، سنة لماما، وبعدين نعمل لماما فستان. الطفل بقى بعد ما بيتقن مرحلة كتابة الحروف، زي مثلا حرف الميم بيعمل دايرة ويشد ده على الخط وينزلها تحت تشرب مية زي ما احنا علمناه، نبتدي بقى نسرعه، اللي هو ازاي كده وكده كده، بلاش خطوة خطوة. حرف الباء كده وكده. هو كل لما يكتب اكتر بيبقى عنده المقدرة ان هو يبقى عنده مرونة في الكتابة. حرف السين لما تيجي تكتبه يلا سنة ليك، سنة لبابا، سنة لماما، وبعدين نعمل لماما فستان، وهكذا. يبقى احنا بنختار الحروف السهله والبسيطه اللي الطفل ما يتعقدش فيها. ما نروحش نديله حرف الصاد اول ما يبتدي الكتابه، ما نروحش نديله حرف العين او حرف الغين، حرف القاف. الحاجات دي بتبقى تقيله على الاطفال نوعا ما. يبقى اول خطوه هنختار الحروف السهله للطفل. طيب تاني خطوه، في اطفال عندنا بتستحمل اللي هي تاخد اكتر من حرف في السيشن الواحد، في الحصه الواحده. انما في اطفال ما بتستحملش، هو حرف واحد بس وبالعافيه. اهم حاجه عندك كمعلمه او كأم ان الطفل يحفظ الحرف. يعني ما ادهوش حرف الميم وحرف الدال ويجي الحصه الجايه لا حافظ الميم ولا حافظ الدال. اديله السين واللام واسم اديته حرفين، ويجي الحصه الجايه ولا حافظ السين ولا حافظ اللام. امهات كتير مثلا لما بتلاقيني مديه للطفل حرف واحد بس بتبقى بتبقى متضايقه، انت ازاي مدياله حرف واحد بس؟ اديله حرفين، هو كبير. طب هو ما عندهوش المقدره ان هو يحفظ الحرفين مع بعض. انا هعمل ايه؟ كل طفل وليه مستواه. يعني مثلا انا هديله حرف السين، حرف السين وجاي حافظه كويس، خلاص انا كده خلصت من حرف السين، انقل على الحرف اللي بعده. انا لو كنت اديت الحرفين مع بعض وانا كمعلمه او ام ببقى حاسه الطفل هيستوعب ولا لا. لو كنت اديته السين واللام مع بعض كان هيجي ولا حافظ السين ولا حافظ اللام. طب هعمل ايه؟ انا ما كسبتش حاجه، انا ما استفدتش، السيشن ضاعت على الفاضي. يا خلاص اديله حرف واحد بس وانا الكسبانه ان هو جاي حافظ الحرف. يبقى تاني خطوه حرف واحد او حرفين على حسب مقدرة الطفل قدامنا بنديله. تالت حاجة بقى ودي مهمة جدا، المراجعة على الحروف اللي قبل كده. في أول كل سيشن لازم أراجع مع الأطفال على الحروف اللي هو أخدها. يعني هو مثلا مثلا حافظ حرف السين واللام والدال والميم والقاف والكاف مثلا. كل حصة، أول كل حصة هسأله فيهم قراءة، وهفتح صفحة فاضية وامليه الحروف اللي هو حافظها. تمام. انا بحب ادي الحروف بشكل عشوائي، ما بحبش اديها بالترتيب.
انا بختار الحرف السهل وبديه للطفل، الطفل يكون مستمتع وهو بيتأسس قراءة وبيتأسس إملاء. يبقى خلينا متفقين كل حصة، أول كل حصة بنراجع الحروف اللي الطفل أخدها قراءة، وبنجيب صفحة فاضية وتملى يلا حرف السين سمكة، حرف الميم يلا اكتبه، حرف الكاف لو في حرف الطفل معلق فيه بنعيد له شرحه تاني لحد ما يستوعبه أكتر. المراجعة دي لو الطفل واقع في حرف بتثبته عنده أكتر. ولما بتيجي على نهاية الحروف خالص انت خلاص الطفل بياخد اخر حرف، انت مش مستنية بقى لسه هتراجع على الحروف من الاول، هو بالفعل كل حصة بيراجع الحروف كلها قراءة واملاء. في اخر حصة في الحروف بتكون عندك كل الحروف تمام، تبتدي بقى تأهليه لمرحلة الحركات. مرحلة الحركات دي الطفل بيتأهل ان هو يكتب كلمات ويقرأ كلمات. لو الطفل مش عارف الحروف كويس جدا وبيعرف يتملاها ويقرأها كويس جدا، عمره ما هيعرف يمشي في مرحلة الحركات، هتبقى صعبة بالنسبة له وتبقى تقيلة عليكي كأم وكمعلمة وكطفل كمان. فلازم نأسس أطفالنا كويس جدا في الحروف قبل ما ندخل على مرحلة الحركات. هكذا لو انت مهتمة تأسسي ولادك في العربي أو في النحو أو في الإعراب، أي حاجة تخص العربي، تواصلي معايا واعرفي التفاصيل.